السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير. بعد ما عملنا مع بعض الكيكة الاقتصادية بدون بيض وبدون حليب وعجبتكم جدا، هنعمل مع بعض النهاردة الجاتو الاقتصادي ببيضة واحدة بس. هنعمل الجاتو القمر اللي انتوا شايفينه ده. الكيكة هشة وخفيفة جدا وطرية جدا، وصوص الشوكولاتة التحفة طعمه يجنن، ومن غير ولا فتفوتة شوكولاتة. كل اللي هيدوقه مش هيصدق ان هو معمول ببيضة واحدة ومن غير شوكولاتة من حلاوته، ومش هيصدق كمان ان انتي عملتيه في البيت، وهتنسي انك تشتري الجاتو ده من بره تاني. حبايب قلبي، سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا في الخلاط كده. معايا كوباية من الحليب، هحط عليها كده كوباية من السكر، عليهم كوباية الا ربع من الزيت. استخدمي كوباية واحدة في كل المقادير سواء الجافة او السايلة. يبقى كوباية من الحليب، كوباية من السكر، كوباية الا ربع من الزيت. عليهم كده 3 معالق ونص من الكاكاو الخام، وكل الكاكاو ما يكون نوعه حلو كل ما يديكي نتيجة افضل. او نص كوباية من الكاكاو، يعني نص كوباية كده من نفس الكوباية اللي عايرتي بيها المقادير السايلة تعايري بيها الكاكاو. رشة ملح خفيفة كده قرصة ما بين ايديكي. والحاجة بقى اللي هتعزز طعم الكاكاو وهتخلي طعمه تحفة، نص معلقة صغيرة كده من البن بتاع القهوة، البن العادي بتاعنا. ولو مش موجود عندك ممكن تستخدمي النسكافيه اللي هو سريع الذوبان، هتفرق جدا يا جماعة. واحط كده ربع معلقة من الفانيليا علشان تزود حلاوة الطعم حلاوة. هنضرب بقى كل المقادير اللي معانا دي كويس جدا في الخلاط لحد كده ما قوامها يتقل معانا. الناس اللي بتقولي القوام ما بيتقلش، بصوا يا جماعة القوام هيتقل جدا معانا زي ما انتوا شايفين اهو. ممكن تحطي زيت سرسوب بسرسوب في الاخر هيتقل معاكي اكتر. بس شفتوا قدامكم انا حطيت المقادير والقوام. الصوص تقيل جدا اهو زي ما انتوا شايفين. تمام كده خلاص. معايا صوص كده شوكولاتة تحفة بطعم يجنن. هجيب كوباية كده وهملاها شوية كده من الصوص، يعني اخدت كوباية من الصوص اللي موجود معايا في شفشق الخلاط. دي هسيبها كده على ترابيزة المطبخ جنب مني. وبعد كده هحط بيضة واحدة بس على الخليط الباقي معايا في الخلاط، وهحط لهم معلقة من الخل، معلقة كبيرة كده مليانة من الخل، وربع معلقة من الفانيليا طبعا علشان البيضة اللي احنا حطيناها. غطي بقى الشفشق واضربي شوية الحاجات اللي موجودة معاكي في الخلاط دي مرة تانية. اللي باقي معانا من خليط الصوص الشوكولاتة مع بيضاية مع معلقة خل مع شوية فانيليا لحد ما يوصل معاكي بالقوام ده. تعالوا بقى ما نحضر المقادير الجافة مع بعض. بنفس الكوباية اللي عايرت بيها المواد السائلة هعاير بيها المواد الجافة. معايا كده كوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. المعلقة ما كانتش مليانة قوي فضفت لها حبة كمان. وهننخل الدقيق مع البيكنج باودر مرة واتنين علشان اتأكد ان البيكنج باودر والدقيق اختلطوا في بعض كويس. وعلشان اتأكد اكتر قلبتهم كده كمان مرة بالمضرب علشان اتأكد ان البيض والدقيق اختلطوا كويس، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة. بعد كده هنزل بالمقادير اللي كانت معايا موجودة في الخلاط، وطبعا هننزل بالمقدار كله علشان المقادير بتاعتنا تكون مظبوطة. بعد كده بقى هنقلب في اتجاه واحد لحد ما ندوب الدقيق ونخليه يختفي خالص في المكونات السائلة اللي موجودة معانا. بصوا بقى يا حبايبي، على حسب نوع الدقيق ممكن تلاقي العجينة مظبوطة وقوامها مظبوط، وممكن تلاقيها تقيلة على حسب ما هتشوفي بقى. بس بعد ما تقلبي كويس هنشوف مع بعض قوام الكيكة المظبوط اللي المفروض نوصل ليه. انا هنا كده بعد ما قلبتها حسيت ان القوام بتاعها تقيل شوية. بصوا، المفروض ان هي بتنزل خد بسرعة شوية. حطيت كده معلقتين من المية او ممكن معلقتين من الحليب الموجود عندك حطيه، وقلبي برضو في نفس الاتجاه اللي كنت بتقلبي فيه. يعني هتشوفي انت عينك هي الميزان، هتشوفي قوام الكيكة. اول ما تلاقيها قوامها تقيل شوية ممكن تزودي سنة كده من المية او الحليب. كده القوام بقى مظبوط. تعرفيه ازاي؟ بصي، بتنزل خيط بينزل بسرعة. اول ما تلاقي الخيط بينزل بسرعة كده تعرفي خلاص ان الكيكة كده قوامها مظبوط. انما لو الخيط بينزل بتقل كده او بينزل بالراحة هتكون تقيلة، نزودها سنة كده من المية. بعد كده هنحط الخليط بقى في صينية مقاس 26 او 24. طبعا الصينية كده انا بطنتها بزيت ودقيق او سمنة ودقيق. وهنحاول كده نفرد الخليط، نخبطها تخبطتين كده على الرخامة لحد الخليط ما يتفرد كويس في الصينية. التسوية على درجة حرارة 180، ما بتاخدش وقت كتير في الفرن، حوالي نص ساعة علشان كمية الكيك مش كبيرة في قلب الصينية. خلاص كده يبقى بتاخد حوالي نص ساعة على درجة حرارة 180. تعالوا بقى هنعمل الطبقة اللي هنحطها على الكيكة. كوباية من الكريم شانتيه بس يا جماعة، الكوباية كان كتير على المقدار اللي انا عملته، خلوها نص كوباية بس
انا هنا حطيت على الكوبايه كوبايه الا ربع من الميه. انتي حطي نص كوبايه من الكريم شانتيه على نص كوبايه من الحليب او الميه. حطيت عليهم كده معلقتين من السكر ورشه صغيره كده من الفانيليا. طبعا علشان الكريم شانتيه اللي معايا خام مفيش فيه سكر حطيت له سكر. لو انتي هتستخدمي كريم شانتيه المحلى خلاص ما تحطيش. يبقى تاني يا جماعه علشان الخطوه دي مهمه، حرام تعملوا كوبايه وهتكون المقدار كبير. اعملي نص كوبايه من الكريم شانتيه، من بودره الكريم شانتيه، عليها نص كوبايه من الميه المتلجه او الحليب المثلج على حسب ما انت عايزه، ميه او حليب. هيكون المقدار ده مظبوط جدا على الكيك. المقدار الكوبايه بتاع الكريم شانتيه كان كتير، اداني كميه اكبر من اللي انا محتاجاها. وحطيت عليهم معلقتين من السكر العادي الابيض بتاعنا، وعليهم رشه كده من الفانيليا. وطبعا هنفضل نضرب فيهم كده لحد القوام بتاعهم ما يتقل. بصوا شويه بشويه القوام بيتقل معايا. واستخدموا كريم شانتيه المتحده يا جماعه، جميل جدا، طعمه حلو وقوامه بيوصل للقوام اللي احنا عايزينه بسرعه جدا. كده تمام. بصوا الكريم شانتيه معايا تقل وقوامه بقى تقيل وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما الكريم شانتيه خلاص اتضرب وبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، اخدت كده معلقه كبيره مليانه من الصوص اللي كان معايا في الكوبايه. معلقه كبيره كده مليانه ومعلقه ونص يعني كده، او معلقه كبيره مليانه. وبعد كده هنمزجه او هنضربه مع الكريمه اللي احنا ضربناها. وعلى فكره الكريمه دي ممكن تضربيها بالمضرب اليدوي العادي، مش لازم يكون في عندك مضرب كهرباء، ممكن بالمضرب العادي تضربيها بيه. وممكن على فكره ما تحطيش معلقه الصوص دي، ممكن تخليها كريمه بيضه كده من غير معلقه الصوص اللي احنا حطيناها. انا كده تمام خلاص. قلبت معلقه الشوكولاته اللي انا حطيتها في الكريم. كده تمام خلاص. هحطها بقى في التلاجة على ما الكيكة تطلع من الفرن ونشوف هنعمل مع بعض ايه. شايفين قوامه تحفة ازاي؟ واعملوا يا جماعة نص كوباية بس من الكريم شانتيه. بعد كده هجيب نص كوباية من الحليب الدافي. حطيت معلقتين صغيرين كده من صوص الشوكولاتة اللي كان معايا في الكوباية برضو، وهقلبه في نص كوباية الحليب لحد ما يدوب. نص كوباية الحليب دي اللي حطيت فيها معلقتين من صوص الشوكولاتة دي اللي هشرب بيها الكيكة بعد ما تخرج من الفرن، علشان بتخليها طرية وهشة جدا. هنا الكيكة بعد ما خرجت من الفرن ريحتها تجنن. وبصوا طرية وهشة ازاي يا جماعة، رغم ان هي كانت حتة صغننة في الصينية الا انها هاشت وكبرت ونفشت. هستنى بقى لما تبرد خالص خالص، ما يكونش فيها اي نسبة من السخونية. وبعد كده بشوكة كده ابدأ اعمل لها فتحات بسيطة كده علشان اشربها بالحليب وصوص الشوكولاتة اللي انا عملته. طبعا دي نص كوباية الحليب اللي انا حطيت عليها معلقتين من الشوكولاتة، وهشربها كده للكيكة. هنشربها للكيكة كده بالمعلقة حبة بحبة، وهتلاقي الكيكة بتشربها شوية بشوية. والصوص ده يا جماعة بيخلي طعم الكيكة رهيبة من جوه، وبيخليها طرية جدا زي الجاتو بالظبط اللي احنا بنشتريه جاهز. كده تمام. انا شربت خلاص الكيكة بنص كوباية الحليب اللي معايا. بعد ما الكيكة بتاعتي شربت الحليب بالشوكولاتة اللي انا عملته لها، هبدأ بقى اوزع الكريمة على وش الكيكة اللي معايا. وزي ما قلت لكم كمية الكريمة كانت كتيرة شوية يا جماعة، لو عملتي نص كوباية بس هتكون افضل. بعد ما فردت كده الكريمة على وش الصينية وسويتها بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هحطها بقى في التلاجة شوية او في الفريزر نص ساعة علشان طبقة الكريمة تجمد على وشها. وبعد كده هننزل بقى ببقية كوباية صوص الشوكولاتة اللي احنا كنا حاطينها من اول الفيديو معانا، هنفردها كده على وش الصينية. بصوا الناس اللي بتقول ان صوص الشوكولاتة بيبقى خفيف، لا بصوا انا بوزعه على الصينية بصعوبة اهوت من تقله، يعني هو بيكون تقيل جدا. بعد ما وزعت صوص الشوكولاته كده فوق الجاتو اللي معانا، هحطه في التلاجة بقى كده حوالي ساعة علشان الكيكة كده تشرب من طعم الكريم شانتيه، وطعم الكريم شانتيه يشرب من طعم الصوص اللي فوقه، وكلها كده تمتزج وتختلط في بعضيها. وهنا الجاتو بتاعي بعد ما قعد في التلاجة حوالي ساعة او ساعة ونص كده، طعمه يجنن يا جماعة، بجد تحفة. جربوه مش هتندموا وهيعجبكم وهيكون ادمان. هتعمليه كل يوم وكل ما هيخلص هتعمليه تاني. اقتصادي ببيضة واحدة ونص كوباية كريم شانتيه بس، مش كوباية، وحبة مية، عملت شوية جاتوه تحفة يا جماعة. طعمه يجنن وهتنسي اي جاتوه بتشتريه من بره بالاسعار الفلكية اللي احنا بنشوفها. وحاجة تشرفك قدام ضيوفك، واقتصادية جدا، ما اخدتش مننا يعني مقادير كتير ولا كلفتنا كتير. الكيكة هشة، والحليب اللي شربناها بيها كده مخليها طرية وتحفة زي الكيكة بتاعة التورتة بالظبط، رغم انها معمولة ببيضة واحدة. الكريم شانتيه مع طعم صوص الشوكولاتة اللي اتحط على وشها يجنن. جربوه يا جماعة وهيعجبكم جدا، وهتقولولي الجاتو ده تحفة يا دنيا. اللي عجبه الجاتو يا ريت يعمل لي لايك
مستنياكم تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم فيه، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.